تعالوا نشوف ازاي صورنا كامبين 4 اعلانات في يوم واحد. كاظم هارون، هذه سارة، هذه لطيفة، هذا الدكتور مجيد صباح. في الفيديو ده هيكون تجربة كأنك فعلا حضرت يوم التصوير معانا، وهتحس بأجواء اللوكيشن ويوم التصوير ومشاكله وازاي بنحلها. وطبعا التحضير قبل التصوير حاجة من الحاجات المهمة جدا. وهتشوف قدامك دلوقتي سكريبت ال4 اعلانات اللي اتصوروا في اليوم ده، وطبعا تقدر تعمل بوز او توقف الفيديو وتقرا السكريبت براحتك. ودي كانت اختياراتي للممثلين، وبرضو اختيارات الملابس مع الستايلست، وكمان اختيار موقع التصوير او الديكور المناسب للتصوير. ده هيكون ديكور الممرضة، وده هيكون ديكور الدكتور. ودي كانت بصة سريعة على نتائج التحضيرات. لو حابين طبعا نتكلم عن التحضير لتصوير الاعلانات بشكل اكبر وتفاصيل اكتر، ممكن تسيب لي كومنت وان شاء الله نتكلم عنه في حلقات جايه. النتيجة النهائية او الاعلانات بشكلها النهائي هتلاقيها في اخر الفيديو لو حابب تتفرج عليها الاول. وتعالوا نتفرج على الميكنج مع بعض وكأنك حضرت يوم التصوير. اول حاجه عملناها ان احنا ضلمنا مداخل النور علشان الشمس طبعا بتتغير كل مده صغيره، ما نقدرش نعتمد عليها. طبعا احنا بنتفرج على الصوره عن طريق الوايرلس فيديو، وبصراحه كان فايدني كتير قوي ان انا ما بحتاجش ان انا اكون جنب الكاميرا علشان اشوف في المونيتور بتاعه الكاميرا او ابقى على مونيتور فيكسد في مكان. وعموما اول حاجه بتحصل في اي يوم تصوير هو اننا بنعمل سيت اب الكاميرا وبنحط الكاميرا وبنشوف الفريم بتاعنا او التكوين بتاعنا هيكون شايف ايه، وعلى اساسه مدير التصوير بيظبط الاضاءه، مهندس الديكور بيظبط اللوكيشن، بنعمل الديكوباج او حركه الممثلين، بنعمل بروفا مع الممثلين. فاول حاجه بتحصل في خلال يوم التصوير هو اننا بنسطب الكاميرا ونشوف الفريم بتاعنا. لا مش خالص، يعني يبقى فيها جزء شبه ده. استاذ دسوقي، ازي حضرتك؟ استاذ دسوقي انا واثق فيه جدا. استاذ يحيى صاحب استاذ دسوقي. هم بتوع الكاميرا كده بيبقوا صحاب في بعضهم وبتاع، وبيطلعوا اوردرات مع بعض وكده يعني. قول لي ليه اللايتنج بياخد وقت؟ ايه يعني مثلا بتاخد الشوت تسطب له مثلا ساعه الا ربع او ساعه؟ يعني ليه الموضوع ما بقاش مثلا 10 دقائق زي اي حد بيعمل فيديو؟ ممكن ياخد 10 دقائق. هنا عشان احنا سيت اب كبير. أوكي. ممكن لما نرجع نبقى نشوف واسع للمكان، فعشان تكفر المكان ده اصلا ده وقت. في نفس الوقت تكفره ازاي برضه، فاهم؟ انت دلوقتي لو بتصور شوت وايد قوي، اكستريم وايد، فانت بتبدا بايه؟ انت كمدير تصوير بتفكر فيه في الاول؟ يعني انا هنا بنيت ان هنا في مصدر نور. بنيت بالنسبه لي ان هنا في مصدر نور براكتيكال اصلا هو اللي داخل منه الشمس. اوكي، الكي اللي هو ممكن يكون شباك مثلا، اللي انا مش شايفه بالظبط، بس انا تخيلت او فرضت ان هو ممكن يبقى موجود هنا. فدي اول حاجه حطيتها، اللي هو قول لنا ايه برضو اللي انت حطيته. هو احنا حاطين 3 هدات. حاجه يعني هم الثلاثه هم كي لايت. اوكي، بس شكل النور مختلف في كذا، يعني كذا لاير، او يعني في جزء هارش، وفي جزء واصل اللي هو السوفت بتاع الوشوش نفسه، وفي جزء يعني زي شكل كده منور التفاصيل ومنور الحاجات. اوكي، اللي هو 720 على الاوكتا. 720 هو المين السوفت، اللي هو مين للوشوش. ماشي. وفي الفورزا 60 بي دي للشجر، وفي نفس الوقت واخده جزء من البني ادمين اللي قاعدين كأن يعني شمس داخله، فاهم؟ عاملين زي لايت ريس كده او لايت ري على الارض، عشان لما كنا ناخد الفريم التوب ده يبقى فيه شكل في الفريم لذيذ يعني، فاهم؟ هو الكونسبت يعني ان ده مصدر ضوء واحد بالظبط، وطالع منه كذا شكل. احنا مشكلين مش بالظبط، هتشوفه انت بقى في الكاميرا، بس هتحس ان هو مصدر ضوء واحد. هتحس ان هنا في مصدر نور هو اللي داخل منه كل الحاجات دي. ايه تاني غير الجزء ده؟ هو فيل ان بسيط جدا من السايد التاني. اوكي، اللي هو الفيل ده، اللي هو ده الفيل ده التيوبين بالظبط في البولي، بحيث ما يبقاش محسوس يعني. وهنا الكونتر ده بسيميوليت بيه النور الداي لايت اللي جاي من بره، هو 5600 كلفن، بس بحيث يبقى زي كونتر لايت كده بس محددهم، وفي نفس الوقت عامل محدد الكنبه بالايدجز بتاعت الحاجات دي. بس ده كان توزيعة بعد كده لما بنوصل لنسبة كبيرة اللي احنا محتاجينه بيكون بقى فيه تظبيطات بسيطة بالنسبة للإضاءة أو بالنسبة للديكوريشن. وده طبعا الديكور اللي احنا كنا متخيلينه هيكون شكله عامل ازاي مع مهندسة الديكور، والشكل النهائي اللي احنا وصلنا له خلال يوم التصوير. وبكده احنا كنا جاهزين ان احنا ناخد أول شوط خلال اليوم، وده تقريبا بعد ساعتين من التحضيرات من بداية اليوم.
في نفس الوقت اللي بيكون فيه الديكور والاضاءه والكاميرا كل ده بيتظبط، برضو بيكون في بروفا مع الممثل والتوجيهات اللي انا بديها للممثل علشان يقدر يطلع الرياكشنز او ردود الافعال اللي انا محتاجها، لان الاعلان ده ما كانش فيه حوار، هو مجرد ردود افعال من الممثلين على الفويس اوفر او صوت الراوي اللي موجود في الاعلان. وبصراحة كان معايا ممثلين محترفين خلال اليوم، ما عملتش توجيهات كبيرة او عملت مجهود كبير معاهم، كانت بتوجيهات بسيطة قوي بنوصل للاداء اللي احنا محتاجينه. وبكده يكون كل عناصر التصوير كلها جاهزة وخلاص كده جاهزين ان احنا ناخد اول شوت. واول شوت انا بكون حاطه في الشوت ليست بتاعتي ان يكون الشوت الواسع، الشوت اللي هيبين الديكور كله، والشوت اللي هياخد من وقت مدير التصوير كتير علشان يسطب له نور. وبكده احنا كنا جاهزين ان احنا ناخد اول شوت او اول لقطة، وهي اللقطة الواسعة من اول اعلان او من النسخة الاولى. زي ما اتفقنا بقى، تمام؟ 3 2 1 and action. كات. بس هي بس قلنا نتحرك اسرع. 3 2 1 and action. لا بلاش ايوه بلاش دي. 3 2 1. وبعد تيك في التاني في التالت مع تصحيح بعض الغلطات اللي ممكن تحصل، فبنكون وصلنا الى النتيجة النهائية او الشوت المرضي ليا كمخرج. تعالوا نشوف الشوت كان مرسوم ازاي في الانيميتد ستوري بورد والشوت في شكله النهائي. المركز فاضي وتقدر تسمع صوت النمل وهو يمشي. المركز فاضي تقدر تسمع صوت النمل وهو يمشي. بعد ما خدنا اللقطة اللي احنا عايزينها بنتحرك للقطة او الشوت اللي بعده في الشوت ليست بتاعتنا. غير بما اننا بدأنا باللقطة الواسعة جدا، هنتحرك للشوت او اللقطة الأضيق منها شوية. واللقطة دي كان فيها حركة كاميرا بالبنصر. طبعا البنصر ليه استخدامات كتير قوي، بس احنا كنا هنستخدمه هنا علشان نعمل دولي ان دولي اوت، او نقرب بالكاميرا ونبعد بالكاميرا. ممكن بس الناس تقف ونظبط يا الالوان. اخر دكتور على الشمال يتحرك كده، شمال الكاميرا. ثابتين يا جماعه ما تتحركوش. 3 2 1 اكشن. اوكي كات. عيد تاني كمان مره. مبتسمين، اشطر دكاتره في العالم. حلو قوي. 3 2 1 اند اكشن. يا جماعه احنا ما بنكشرش وما بنهزرش برضه. 3 2 1 اند اكشن. واللقطة اللي احنا بنصورها دي كان مهم يكون فيها ان الكاميرا تكون ثابتة، الممثل الاساسي يكون ثابت، والديكور طبعا يكون ثابت، واللي بيتغير هما المودلز او الممثلين اللي في الخلفية. انا متهيألي بص احنا اللي جاي هو اللي جاي هناخد ده جاي بعد اللي احنا هنعمله حلو. صور يا جماعه، صوره لطيفه مع بعض. 3 2 1 كلنا مبتسمين. اوكي كات. الراجل ده فتح الكلينيك وسمك كل الفلوس من غير اي حد، بس مفيش بني ادم. احنا كادر فيديو لا ممكن ايه، نحاول حد عايز يروح في حته بصي بتحاولي تستخبي تبعدي، يعني مش لازم كلنا نجري، بس حد ممكن يبعد عنه شويه، خصوصا لسه كمان مش هتجروا يعني. بالظبط عادي، ممكن نتكلم نقول صوت يا ولودي عادي نتكلم. اكشن لف ورا وزعل. حلو. بصوا كده يا جماعه. لا بصوا كده. مش كلنا نروح في كورنر واحد، فاهمين قصدي؟ يعني عادي شويه نروح هنا، يعني حتى لو لقينا كلنا كده كريستين نروح نتكلم بسرعه. كريستين سنتر اكشن.
المفروض ورا ظهر، روح انت ورا. يعني فاهم قصدي؟ يعني ما يبقوش هم، يعني لو انت واقف كده ما يبقوش هم كده. خليك انت رحت كده وهم كده ورا الكنبه. الشجره يا جماعه نعدلها، نراجع كريستينا الحاجات الركورات تاني. طبعا كنت بحاول دايما ان اللقطات اللي فيها الممثل هيتحرك وياخد اكشن كبير ويتفاعل مع الديكور والاكسسوارات ويبقى فيه بهدله كتير في الركورات، ان انا اكون عامل بروفات كويس جدا مع الممثلين علشان ما نعيدش ده، لان هو علشان ترجع كل حاجه زي ما كانت وتاخد التيك من الاول تاني ده بياخد وقت كبير قوي من وقت البرودكشن. فبتحاول ان انت بتستغل الوقت اللي بيتسطب فيه الكاميرا او بيتعدل حاجه في الاضاءه او حاجه في الديكور، تستغل الوقت ده ان انت تعمل بروفات بشكل كويس مع الممثلين. ماشي بص طب تعالى كده حرك اكشن. حلو قوي. هذا دكتور مجيد صباح صاحب العيادة. هذا دكتور مجيد صباح صاحب العيادة. بعد كده بنقول نيكست وندخل في اللقطة اللي بعدها، ودي كانت لقطة بسيطة جدا لكن تكنيكال. كانت المفروض الكاميرا بتتحط بحطة معينة علشان تكون شايفة توب انجل او زاوية علوية للشنطة. اللقطة تبان ان هي بسيطة لكن سيت اب الكاميرا بياخد وقت طبعا علشان نقدر ناخد اللقطة اللي احنا عايزينها. وصرف كل فلوسه عليها. صرف كل فلوسه عليها. بعد كده اللقطة اللي بعدها سنوري كام، والكاميرا بتكون ثابتة مع الشخص لكن العالم من حواليه بيتحرك، ودي جربتها في البيت بالموبايل علشان اشوف هل هتبقى مناسبة ولا لا، وكانت النتيجة بتاعتها لطيفة. وبالمناسبة انا نفذتها في الاعلام بنفس الترايبود اللي انا جربت بيه الشوت بالموبايل في البيت، وزي ما انتم شايفين انا كنت بختبر على نفسي هل الترايبود ده لما يتربط فيا والكاميرا تتحط هل الموضوع هيبقى مؤذي جسديا للممثلين. وطبعا كان عندي مشكلة في البادجت ان انا مش عارف اأجر الحطة اللي احنا محتاجينها، يعني كانت مشكلة ليها علاقة بالبرودكشن. لا هي زي ما انت كلها واحد. ممكن ثانية عشان عارف الترايبود ده. هي دي بتدخل جوه كده. بص انا مش شايف. ايوه بس كده. فقلت تمام انا اقدر انفذها بالترايبود البسيط ده بشويه تفاصيل كده نقدر ان احنا نثبتها او نامنها بشكل اكبر علشان الكاميرا طبعا اتقل، وده يعني موضوع كان ريسكي برضو شويه للامانه، ما كانش موضوع سهل يعني كنا خايفين على الكاميرا، لكن في النهايه الشوت كان لطيف قوي واستحق ان انا اخد الريسك ده في البرودكشن. الحمد لله اليوم عدى على خير يعني وما حصلش كارثه او حاجه. ونتحرك يمين وشمال كده وماسكين الورق ده وبنشيل حاجات. هدي لك مخدات في ايدك نرميها نتجنن بقى. جنيه انا عايز الشوط ده جنيه. بص هنمشي ازاي؟ كيرف كده بس، يعني مش هنجري. اكشن انت ساكت وبعدين مره واحده ادي لك الحاجات دي تقوم راميها، تقوم راجع هنا برضو كده، تقوم شايل البتاعه دي وراميها، تقوم واخد البتاعه دي وتقوم رامي وهكذا. تمام؟ بس احنا لما نرمي طبعا هنرمي كده وكده عشان الكاميرا في وشنا. تمام؟ ولما نرمي برضو فوق هنحاول نرمي لورا مش لقدام عشان مش كله ينزل على الكاميرا. بس عايز 10 ثواني هبقى جاب اخره، فانا عايز اللي هيظهر اللي انا ما اعرفش هو ممكن يكون مين. تمام؟ يكون رياكشن ان هو شايف الدكتور بتاعه اتجنن. بص هتبقى جنبي انا هبقى ماسك الكاميرا، انت هتبقى على يميني وهو على شمالي، انت بقى هتناوله دول. خد شويه مخدات حلوه عشان بقى ده ما لسه محبوس. بص احنا لما هنرمي فوق قوي عشان يفرشوا ما ينزلوش كلهم كتله واحده كده. 3 2 1 اند اكشن. كات. خليها. ايوه بالظبط. بص ما اتحركش والف. احنا عايزين ده ما يلفش. لا اللي انت عملته حلو قوي. يعني هلف بس كده. لا طالع شكله حلو قوي. بالعكس ده مع الهزه دي فاهم، فانت باين ان انت خلاص الدنيا بايظه. 3 2 1 اند اكشن.
كات حلو قوي. ده اللي احنا خدناه كله سيكونس مع واحد. بعض سيكونس ودي لوحدها بس دان كده. هننقل بقى يلا اولنا ده هذا ثاني شهر حق لطيفة بالدوام، لكنها ما تحملت الملل والهدوء اللي بالعيادة وصار لها حالة عصبية. بس ليش كلها نرجع عندها الحل اللي وبكده كنا خلصنا كل اللقطات الخاصة بالإعلان الأول، وبدأنا في الإعلان التاني. كنا بنشوف الأنيميتد ستوري بورد وبنشوف هنبدأ بلقطات إيه. وطبعا زي ما قلت لكم إن أنا كنت حاطط استراتيجي كده في اليوم إن أنا هبدأ باللقطة الواسعة في كل إعلان. دسوقي بص، هو الفكرة كلها إن أنا محتاج إن هي تيجي هنا وتصوت فأشوفها في الفريم، فاهمني؟ يعني هتحرك، هتبقى هي مرة هنا مرة هنا مرة هنا. كل ده جاي معاك فهي بص قولي هنا كده بس، فمحتاج ابقى في الفريم لطيف يعني. طب في اليمين بس، كمان تاني لا كمان. عايزين كتاب او حاجه. عايز اعلي دي. هات ايوه هات كام. لا شويه حلوين، كتابين 3 كده خالص. بنبدا بنقرب منك. ايوه بالطياري، ايوه بالظبط بالطياري الصواريخ دي. تمام. في الاول خالص بنشوفك ده ايه يعني، شوط ضيق كده وبعدين اصلا بالعكس خلاص. انا قصدي لما تبقى تحت هيبقى كده لما تعلى هيروح مع الهيدروم فننزل نظبطها يبقى الطف من الفيكس دي. ماشي ولا كمان 1 اوكي ماشي. حركه اكشن. ودايما بحب اول تيك اسيب الممثل يعمل حاجات ارتجاليه اكتر، بحاول ابقى مدي مساحه كبيره للممثل بحيث ان هو يطلع كل اللي عنده. وانا لو حسيت ان حاجه مش مناسبه بقول له تعالى نغيرها او تعالى نشيلها خالص، والحاجات طبعا اللي عجباني بقول الحاجات دي تعالى نثبتها وتعالى نعملها تاني. ايش كل هذا؟ ديجيتال فايبس عندها الحل اللي يخلي عيادتك زحمه ويحولها من الهدوء التام لازعاج من كثر الحجوزات. بعد ما خدنا اللقطه الواسعه بنتحرك ان احنا ناخد اللقطات الأضيق. ماشي روح العيادة، هذا ثاني شهر حق لطيفة بالدوام، لكنها ما تحملت الملل والهدوء اللي بالعيادة. ما حدا يروح العيادة، هذا ثاني شهر حق لطيفة في الدوام، لكنها ما تحملت الملل والهدوء وصارت لها حالة عصبية. والسنوري كام شوت هو كان حاجه مميزه في كل الكامبين او في كل الاعلانات، ان احنا دايما بنشوف الشخصيات اللي في الاعلان بتتعصب جدا فبتنفعل فبتصوت او بترمي حاجه. فزي ما احنا شايفين برضو كنا بنظبط الحطه بتاعه الكاميرا اللي احنا عاملينها DIY، لان برضو مهم جدا ان الحطه دي تكون مريحه للممثل علشان يقدر يمثل بشكل طبيعي، وكمان علشان لو احتاجنا ان احنا ناخد تيك تاني او تيك تالت يكون عنده المقدره الجسديه ان هو يعمل ده. بصراحة أنا بشكر الممثلين اللي اشتغلوا معايا في الكامبين دي، لأن كلهم تقريبا مروحين صوتهم بايظ بسبب التيكس الكتير.
وبكده احنا كنا خلصنا الكوبي التانية او الاعلان التاني من الكامبين بتاعتنا، واتحركنا للقطة اللي بعدها في الشوت ليست وهي لقطة من الاعلان التالت. افتحي كده. وفي هنا تفاصيل كده في الصورة. ده في العيادة بتاعتي. والحقيقه اللقطه دي خدت مننا وقت شويه في السيت اب والاعداد، فكان سيكونس كده خد على بعضه وقت شويتين في التصوير. تعالوا نشوف اللقطات دي كان شكلها عامل ازاي في الستوري بورد وشكلها النهائي في الاعلان. تبي تشرب شيء يا دكتور؟ يسألها الدكتور ما في حجوزات اليوم؟ ترد شمس لا دكتور ما في، أنا أسوي لك قهوة تهديك. قل له تبغى تشرب شيء يا دكتور؟ يسألها الدكتور ما في حجوزات اليوم؟ ترد شمس لا دكتور ما في شيء، اسوي لك قهوة تهديك. بعد كده كنا المفروض نتحرك للديكورات بتاعه الاعلانين التانيين اللي كانوا لسبب ما انتاجي ما كانوش لسه جاهزين 100% زي ما انتم شايفين. فكنت بفكر انا والارت دايركتور على حل يخلي الموضوع سريع، وطبعا كانت اسرع حاجه ان احنا نكون مسطبين الديكورين في نفس الوقت، او على قد ما نقدر يكون في ديكور جاهز وديكور تاني يكون تاتشات بسيطه ويكون برضو جاهز. والكوبي دي من الكامبين انا كنت مدير التصوير فيها بجانب ان انا المخرج، وبمساعده طبعا استاذ سوقي مدير التصوير للثلاثه كوبي التانيين، ان انا قلت له بكل بساطه على توزيعه الاضاءه اللي انا محضرها، وهو تولى مسؤوليه توجيه فريق الاضاءه علشان يعمل سيت اب الاضاءه اللي انا كنت طالب ان هو يتحقق في الاعلان ده. وتوزيعه الاضاءه اللي انا كنت محضرها للكوبي دي ان انا يكون عندي مصدر ضوء ناعم، علشان كده هنشوف القماش اللي متعلق في السقف ده، وفوق القماش ده هيكون في مصدر ضوء مدي اضاءه سوفت علشان ينور المكان ده كله. واستخدمنا نال لايت فورزا 60 بالامبريلا بتاعتها او بالسوفت بوكس، وكيشناه من ناحيه الحيطه علشان يقطع النور شويه من على الحيطه. وتاني مصدر ضوء استخدمناه وهو هيد جودوكس، ويكون قاطع في الستاره اللي موجوده قدامنا دي علشان يدي شكل. هو هيد جودوكس SL 300 راكب على البي جي او البروجيكتور الجودوكس، وهو هيكون مصدر الضوء الرئيسي في المشهد كله، ان هو ضوء داخل من شباك العياده. وزي ما انتم عارفين ان انا قلت لكم ان الاستراتيجي بتاعت يوم التصوير ان احنا ناخد اللقطات الواسعه الاول، لكن في النسخه دي او في الكوبي دي من الكامبين ما عملتش ده، لان كان عندي شوت فيه حركه كاميرا وهستخدم البانسر، والبانسر لسبب انتاجي لازم يتحرك بعد ساعه، قدامي ساعه واحده بس والبانسر مش هيبقى موجود. فكان الحل ان انا اشفت او ارحل الشوتات الواسعه او اللقطات الواسعه اخدها بعد اللقطات اللي فيها حركه كاميرا، وده بيبقى وارد ان هو يحصل لك في يوم التصوير اذا كان لسبب انتاجي او لسبب عند الممثل او لاي سبب ما خاص باللوكيشن. ففي اسباب كتير قوي تخليك ان انت لازم تعدل الشوت ليست بتاعتك خلال يوم التصوير. فده اللي حصل معايا في الكوبي دي، ان انا كان لازم اخد الشوتس اللي فيها حركه كاميرا الاول. في الشوت اللي قدامنا ده انا ما كانش عاجبني خالص اللمبه اللي موجوده في الديكور ورا، تحس ان هي طالعه من راس الممثله، وكان طبعا لازم نغير مكانها. فمهندسه الديكور اقترحت ان احنا نغير مكان اللمبه دي الناحيه الثانيه، وطبعا كده كان شكلها الطف بكتير. هذه سارة ممرض في العيادة اليوم مثل باقي الأيام. بعد ما خدنا التيك اللي احنا كلنا كنا مبسوطين بيه، اتحركنا بعد كده للقطات اللي بعدها وهي اللقطات الضيقه. وبالنسبه للاضاءه انت كل ما بتضيق باحجام اللقطات انت ما بتغيرش مصدر النور على قد ما انت ممكن توديه يمين شويه او شمال شويه او تحط حاجه تنعمه، لكن ما بيكونش فيه تغيير كبير، هي كلها بتكون تعديلات بسيطه جدا. بصي بقى بصي. اوكي اشكال الانعكاس بتاع الكاميرا. شباب ولا مشغلة، مرة تحط مكياج صارت تسولف مع المعدات الطبية ومسمية جهاز الضغط وائل جساح. مرة كلم حبيبها. وخليني اقول ان اليوم كان طويل جدا والممثله كانت موجوده من ميعاد بدري، ودي كانت مشكله لان الممثله وقت التصوير كان عندها مشكله ان هي مش قادره تطلع الاداء المطلوب منها، وهنا دوري ان انا اوجهها واساعدها ان هي تطلع افضل اداء عندها. شعرنا ايوه جت اهي، نشد شعرنا يخرب بيت كده، نصور ارمي الورق كله، نشد في شعرنا جامد، نخبط على ركبتنا، يخرب بيت امي دي شغلانه. تمام حلو قوي زي ما انت. تعالي اقفي هنا،
نرمي الورق قدامنا بعيد قوي، يخرب بيت دي شغلانه. ايوه ارمي، بتخبط على ركبتنا، اتخلقنا خلاص، اتخلقنا، اقسم بالله اتخلقنا. شد في شعرك، يخرب بيت القرف اللي احنا فيه، يخرب بيت دي شغلانه. نلف شويه ناحيه الكاميرا، نلف شويه، اوف، نشد في شعرنا، خلاص بنلطم. انت خلاص لازم تستقيلي من المكان المقرف ده، لازم. ايوه الخبه هتطلع على ركبتنا، جامد. ودايما انت كمخرج لما بتكون حاسس بالباور اللي المفروض يوصل له الممثل وبتحاول ان انت تنقل له الطاقه دي هو لا اراديا بيبتدي ياخدها منك ويحسها منك، فده بيساعده كتير ان هو يديلك الاداء المطلوب. نصور اكتر. بس ليش كل هذا؟ وبكده كنا خلصنا اول 3 كوبي او اول 3 نسخ من الكامبين، وفضل لنا الكوبي الاخيره او النسخه الاخيره. وزي ما انتم شايفين كنا بنظبط شويه حاجات او تفاصيل في الديكور من براويز هتتعلق، وطبعا كنا بنقول الوداع للبانسر. ويعني كانت التفاصيل والتاتشات الاخيره دي كانت الارت دايركتور والمساعدين وكل الكرو الحقيقه كان بيساعد، علشان الوقت كان ابتدى ان هو يضغط علينا بشكل كبير. وزي ما قلت لكم في الوقت اللي بيتظبط فيه الديكور بنسطب الكاميرا وبنشوف الفريم بتاعنا هيكون شايف ايه وحدوده ايه، علشان مهندسة الديكور تقدر تظبط الديكور واي حاجة خارج الديكور ما نبقاش مركزين فيها. ونفس الكلام برضو لمدير التصوير ان هو يقدر يظبط الاضاءة بتاعته، يعرف ايه اللي جوه الفريم وايه اللي بره الفريم. وساعات بيحصل حاجات قدرية او خارجة بره عن ايدين البرودكشن. فمثلا من الحاجات اللي حصلت ان الممثلة اللي معانا كانت لازم تتحرك في ميعاد معين، فاحنا محتاجين ناخد كل اللقطات اللي هي موجودة فيها الاول. فدي مثلا كانت اول لقطة ليها، ودي كانت توزيعة الاضاءة للقطة دي. بعد كده للاسف مفيش بيهايند ذا سينز كفايه للكوبي دي، لان هي كانت في نهايه اليوم فما صورناش بيهايند ذا سينز. لكن اقدر اقول لكم ان هو نفس الايقاع او نفس الاستراتيجي اللي احنا صورنا بيها الكوبيز اللي فاتت او النسخ اللي فاتت، هو نفس الاستراتيجي اللي صورنا بيها الكوبي دي. بنحاول ان احنا ناخد اللقطات الواسعه وبعدين الاضيق وبعدين الاضيق. ايوه خد بقى التمثال. لا مش ده، التاني ايوه، اتخانق معاه، ارفع كده التمثال واتخانق معاه. بالظبط. انا ممكن اقول لك بس احنا وسيله كده ماشي. جنان انا عايزها تخرج، انا خاربه معايا الاخر النهارده. بحاول اتكلم على نفسي الاول، اتكلم جوه الجزمه. لا خلاص تخيلها مريضة ويبغى يكشف عليها. بس ليش كل هذا؟ ديجيتال فايبس عندها الحل اللي يخلي عيادتك زحمة ويحولها من الهدوء التام لإزعاج من كتر حجوزات. اخر حاجة حابب اقولها ان الكامبين دي صورناها من 1.5 سنة او اكتر، فانا عايز اقول شكرا لكل الكرو او فريق العمل اللي اشتغل معايا على الكامبين دي، واني كنت مبسوط وفخور جدا بالشغل معاكم. هذا دكتور مجيد صباح صاحب العيادة، صرف كل فلوسه عليها، تعاقد مع أكبر وأشطر الدكاترة، شغل عنده أحسن الممرضين وموظفين على أعلى مستوى. بعد كل هذا ما حدا يروح المركز فاضي، تقدر تسمع صوت النمل وهو يمشي. دكتور مجيد ما قدر يستحمل وصار له انهيار عصبي. بس ليش كل هذا؟ ديجيتال فايبس عندها الحل اللي يخلي عيادتك زحمة ويحولها من الهدوء التام لإزعاج من كتر حجوزات. ديجيتال فايبس شريكك للنجاح. هذه لطيفة موظفة الاستقبال في العيادة، بس الصراحة هي ما تستقبل حد لأن ما حدا يروح العيادة. هذا ثاني شهر حق لطيفة في الدوام، لكنها ما تحملت الملل والهدوء وصارت لها حالة عصبية.
بس ليش كل هذا؟ ديجيتال فايبس عندها الحل اللي يخلي عيادتك زحمة ويحولها من الهدوء التام لإزعاج من كثر الحجوزات. ديجيتال فايبس شريكك للنجاح. هذه سارة ممرض في العيادة. اليوم مثل باقي الأيام ما عندها شغل ولا مشغلة، مرة تحط مكياج، مرة تكلم حبيبها، ومرة تفر أشياء على الطوف اللي ما تمشي. صارت تسولف مع المعدات الطبية ومسمية جهاز الضغط وائل جسار. آخر مريض قاست له الضغط كان من 3 شهور ومن الفراغ صار لها انهيارات. بس ليش كل هذا؟ ديجيتال فايبس عندها الحل اللي يخلي عيادتك زحمة ويحولها من الهدوء التام لإزعاج من كثر الحجوزات. ديجيتال فايبس شريكك للنجاح. هذا دكتور كاظم هارون، كل يوم يروح العيادة من الساعة 5 للساعة 10 في الليل وما في شيء يسويه. تدخل عليه شمس المساعدة وتقول له تبغى تشرب شيء يا دكتور؟ يسألها الدكتور ما في حجوزات اليوم؟ ترد شمس لا دكتور ما في شيء، أسوي لك قهوة تهديك. دكتور كاظم صار له حالة عصبية من الملل، ومن حظها دشت شمس مسكها دكتور كاظم، تخيلها مريضة ويبغى يكشف عليها. بس ليش كل هذا؟ ديجيتال فايبس عندها الحل اللي يخلي عيادتك زحمة ويحولها من الهدوء التام لإزعاج من كثر الحجوزات. ديجيتال فايبس شريكك للنجاح. وبس يا سيدي، دي كانت حلقة النهاردة. عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب أو اشتراك علشان تشوف الحلقات الجاية ومفيش حاجة تفوتك. وأخيرا ادعي لي دعوة حلوة وسلام.